السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا من احلى المخللات اللي ممكن تعمليها البتنجان المخلل، سهل وسريع وبسيط وفي دقايق بتعمليه. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا هنا حوالي كيلو من البتنجان، كان عندي في التلاجة يعني لقيته هيخسر وهيبوظ، فقلت لا اعمله مخلل كده ايه نستفاد بيه ويفتح نفسنا عن الاكل. هجيب بتنجان كده وافتحه من الجنب زي ما انتوا شايفين. اي حجم بتنجان انت بتحبيه، ده اللي عندي ده صغير قوي، ففتحته من الجنب كده وحطيته في ميه مغليه، غليت ميه وحطيته فيها، وهسيبه بقى لحد ما ايه يتسلق بقى ويبقى يوصل للسوى المظبوط، وهنعمله مع بعض. طبعا هفضل اقلب فيه، اللي فوق تحت واللي تحت فوق، عشان كله يبقى سوا واحد، مش يبقى واحده مستويه وواحده نيه. انا عايزاه يبقى كله ايه مستوي كده وطري وجميل، مش عايزه حاجه تبقى نيه يعني. هو ما بياخدش كتير على النار، يعني 10 دقايق بالكتير بيكون استوى. كده تدوسي عليها كده تلاقيها طريه، يبقى كده خلاص استوى معانا. هغطي عليه واسيبه في السخونيه ونعمل الايه الخلطه بتاعته. معايا هنا 5 فصوص من الثوم، هدقهم كويس قوي، انا هنعمهم كده. برضو التتبيله بتاعته سهله جدا وسريعه، يعني مش هتاخد وقت ولا حاجه. تمام. معايا هنا هريسه شطه عاملاها وشايلاها في الفريزر، يعني فلفل احمر كده مستوي على النار. هحط 3 معالق، وهحط عصير ليمونتين، تمام بالشكل كده. وهحط ايه 4 معالق خل كبار كده، الخل ده بيوديه في حته تانية اهم حاجه. وهحط معلقه ملح. كده خلاص بقى خلصنا الخلطة. ومهن البتنجان صفيته من المية، وهبتدي بقى احشيه بالشكل ده. طبعا لازم يتعمل وهو سخن، مش تسيبيه يبرد. لما يبقى سخن بيشرب التتبيلة كويس اوي، بيتبل وبيبقى طعمه حلو. تمام. فانت اول ما تطلعيه كده من المية السخنة اعمليه على طول. هحشي بقى كل الكمية بالطريقة وبالشكل دوت. سهل وسريع وبسيط جدا، وحاجة كده شهية، واكتر حاجة تفتح نفس الواحد على الاكل، وبسيطة يعني. بدل ما يبوظ ويترمي، لا عملناه مخلل ونحطه على جنب اي اكل على اي سفرة يعني، ما خدش وقت خالص. وهنا بقى باقي التتبيله هرشها عليه كده، وهسيبه في الطبق ده لحد ما يبرد، وابتدي احطه في علبه واشيله في التلاجة، يقعد شهر في التلاجة. ممكن تعمليه مقلي، بس المقلي مش بيطول، يعني اخره 4 ايام 5. وده البتنجان بعد ما خلص، سهل وسريع وبسيط، جربيه. الف هنا على قلبكم، مع السلامه.